السلام عليكم. في خبر، الخبر ده ممكن يغير مسار الحرب دي. سلبي او ايجابي؟ لا، انا شايفها سلبي. في حد او في دولة من مصلحتها ان الحرب دي تفضل دايرة، لان الدولة دي من ورا الحرب دي هي بتكسب مكاسب كبيرة جدا، ومن مصلحتها ان الحرب دي تفضل دايرة سنة 2 3، لانها من ناحية تانية بتستفاد بايه؟ ومين الدولة دي؟ وايه اللي بتجنيه من ورا الحرب وعايزة تدخل الحرب دي ليه؟ لان خد بالك الخبر ده انا بعتبره خبر سيء. في ناس هتقول لي لا، الخبر ده خبر كويس، انسى. ايه الخبر ده؟ في صحيفة اسمها تايم الامريكية. الصحيفة دي بتقول انها جايبة الخبر من المخابرات الامريكية. الخبر ده بيقول ايه؟ الخبر بيقول ان روسيا هترسل دفاعات جوية لحزب الله علشان يقدر يقف بيها ضد اسرائيل. اولا هفضل اكرر الكلام اللي انا هقوله دلوقتي ده، ان ايران مش هتدخل الحرب، ان حزب الله لحد دلوقتي بيعمل مناوشات بسيطه جدا، وزي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات بيضرب برج هو البرج بتاع كل مره. ما علينا، ده دليل ان لحد دلوقتي ما دخلتش الحرب رسميا ومش هتدخل، لان لو دخلت الحرب دي هتوسع دايرتها، واحنا مش بعيد عن ده، احنا كمصريين يعني. معنى الخبر ده ان روسيا بترسل دفاعات جويه او هترسل دفاعات جويه لحزب الله، ده معناه ان حزب الله هيدخل بقوه الحرب دي. ولو دخل بقوه، امريكا قاعده مستنيه حزب الله. كل اللي حضرتك شايفاه دلوقتي في البحر المتوسط من جنود امريكيه ومن طائرات حربيه ومن حاملات طائرات، الكلام ده كله جاي ليه؟ وحزب الله لو حزب الله اتدخل او مصر اتدخلت هو هيدخل رسميا، مع انه هو على الارض. سيبك من الكلام ده، مع انه هو على الارض داخل قطاع غزه. كان في صحيفه كانت بتقول ان في جنود، الجنود دول جنود امريكيه، الجنود الامريكيه دي مع الجنود الاسرائيليه داخل قطاع غزه. ما علينا من الخبر ده، خلينا في الخبر بتاعنا. معنى ان بوتين يدخل الحرب دي فكده خلصت يا معلم. كده خلصت ليه؟ مش من قوه بوتين ولا خوف المنطقه منه، لا، كده في تصفيه حسابات ما بين امريكا وحلف الناتو وما بين روسيا. جايين يصفوا حساباتهم عندنا في المنطقه اللي هي بتاعت ايه؟ اللي هي بتاعت روسيا واوكرانيا. احنا كلنا عارفين ان لحد دلوقتي حلف الناتو هو اللي بيحارب روسيا في اوكرانيا، ومع ذلك لحد دلوقتي فشل في مواجهته داخل اوكرانيا. في الفترة اللي فاتت دي من أول حرب 7 أكتوبر، الضربة بتاعت غزة على إسرائيل اللي كلنا عارفينها، بتاع الطوفان الأقصى، بوتين حقق مكاسب كبيرة جدا جوه أوكرانيا. فده عايز الانشغال هنا. ليه ما يدخلش؟ ما هو دخوله داخل الحرب دي هو فايدة ليه، هو بيحقق انتصارات هناك في أوكرانيا، وفي نفس الوقت جاي يصفي حسابات، تصفية حسابات ما بينهم هنا. مع روسيا لو دخلت الحرب معناها ان هتحارب مين؟ هتحارب امريكا. هيحاربوا امريكا فين؟ هيحاربوا امريكا في قطاع غزه. اسرائيل امريكا وروسيا هيحاربوا بعض في قطاع غزه، ولا هيحاربوا بعض في المنطقه؟ الدايره هتوسع. روسيا معاها ايران. مين عدو ايران؟ امريكا. فالدنيا هتبقى خلطبيطه يا ابو عيسى. هتعمل ايه؟ بص، الموضوع معقد وكل شويه بيكبر، وكل شويه نسبه جر رجلك في الحرب دي بتزيد. ان بوتين يدخل الحرب دي على فكره، بس هو انا عايزين نقول حاجه بس عشان محدش يقول لي بوتين ما صرحش بالكلام ده. بص، صحيفه وول ستريت جورنال بتقول نفس الكلام بتاع تايم الامريكيه، بتقول ان الخبر بتاع روسيا صحيح، تمام، بس هم هيدخلوا عن طريق ايه؟ عن طريق قوات فاغنر. قوات فاغنر دلوقتي رئيس قوات فاغنر ده كلنا عرفنا انه مات.
فدلوقتي مجموعه فاجنر مين رئيسها المباشر؟ بوتين. هياخدوا اوامرهم المباشره من بوتين. فوجود فاجنر انها تساعد حزب الله ده معناه ان روسيا دخلت الحرب رسمي. ودخول روسيا الحرب رسمي معناها ان احنا هنكون المساحه اللي بيصفوا بيها حساباتهم. ارجع واقول لو فاكرين، فكر في كلمه حرب، فكر في كلمه حرب. تمام؟ المصلحه الوحيده اللي هتطلع في الحرب دي لو قوات فاجنر لو قوات فاجنر ساعدت حزب الله حقيقي، تمام، الفائز في الموضوع ده كله هو بوتين. لان هو بيجني ثمار في الناحيه الثانيه، بيجني ثمار في اوكرانيا، بيحقق انتصارات في اوكرانيا. فمن مصلحته ان يحصل هنا دوشه ويحصل هنا حرب، وانا هدخل اولع فيها، وامريكا تدخل وحلف الناتو، وبعد كده يدخل قصادها او يدخل ضدها روسيا، ومن وراها ايران، وبعد كده الشيشان، وزي ما بنشوف دلوقتي اللي بيحصل في اوكرانيا. فالخبر ده سيء جدا جدا جدا. بس احب اذكر ده لو حصل. كل ده مقالات موجوده في الصحف، في صحيفه تايم الامريكيه وصحيفه وول ستريت جورنال. لو الخبر ده طلع حقيقي فدي هتبقى مشكله كبيره جدا. لو الخبر ده طلع حقيقي هتبقى كارثه بكل المقاييس. شكرا، السلام عليكم.